خيال، اغرب من الخيال. قبل ما نبدا في قصتنا بيقول لحضراتكم نصلي على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان في يعني بلاغ اختفاء عريس قبل دخلته ب 48 ساعة. قبل دخلته ب 48 ساعة تم اختفاء ولد من الصعيد، من سوهاج. تم اختفاء. دور عليه مش موجود، بحثوا عنه مش موجود، سألوا عند اصحابه وسألوا عند كذا مش موجود. بتحريات المباحث اللي بدأت تسأل الأهالي عنده وعند طبعا في البيت عنده هو، قالوا إن هو كان رايح عند خطيبته وكلام من ده. فبدأت القصة تبدأ من عنده ومن عند خطيبته. بدأوا يعملوا تحريات عند خطيبته. طبعا لما سألوهم قالوا احنا كان هنا ومشي، والموضوع كان هنا، بس هو كان هنا ومشي طبيعي زي أي حد. فأمال راح فين؟ بدأوا يسألوا من الناس الجيران، قالوا إن كان في خناقة وزعيق والكلام ده كله في بيت خطيبته. جابوا خطيبته قالت لا ده احنا كنا مختلفين كده على شوية حاجات والكوافير وبتاع والفرح بعد يومين. لكن رجال الشرطة بدأوا يستعملوا حاجة تانية ألا وهي الكاميرات. لسوء حظ القاتل إن الكاميرات في سوبر ماركت قدامهم كان عنده كاميرا. فتتبعوا الوقت اللي المفروض جه فيه هذا الولد عند خطيبته او هذا العريس عند خطيبته لو دخل، لكن طلع ما طلعش. انتظروه يطلع ما طلعش. اذا هو داخل البيت، الولد داخل البيت ما خرجش. وده خلى النيابة العامة تستدعي الاب والام والخطيبة او خطيبته. تمام؟ الاب والام قالوا ان احنا ما كناش موجودين لما كنا هنا مثلا اول امبارح وقت حدوث الجريمه، ما كناش موجودين، فمش عارفين ايه اللي حصل. فجابوا البنت، ضغطوا عليها وايه اللي حصل وراح فين؟ وادي كاميرات الفيديو. الولد دخل ما خرجش، يبقى اكيد انت عملت فيه حاجه، وبدل ما خرجش ومش موجود يبقى اكيد انت قتلتيه وموجود في البيت. بالضغط عليها كانت ليها رد اغرب من الخيال. قالت ايوه انا اللي قتلته، ومش قتلته بس ده انا ذبحته. قالوا طنطا شكرا، انت اللي قتلتيه. خطيبه تقتل خطيبها قبل الدخل 48 ساعة. قتلتيه ليه يا حلوة؟ مش هتصدقوا الكلام، وده فعلا اللي ما دخلش دماغ لجنة التحقيقات واللي في النيابة. قالت لهم والله اصله كان عايز لسه ما كتبناش الكتاب، فلما كنت انا وهو لوحدنا كان عاوز يديني بوسة او عاوز ياخد مني بوسة. فانا طبعا من سوهاج وصعيدية وبتاع، فما قبلش ان هو يلمسني قبل الزواج وقبل كتب الكتاب. فلما ألح ان هو عايز بوسه اضطريت ان انا اذبحه واقتله بسكينه المطبخ. وديتيه فين؟ قالت لا مؤاخذه عزكم الله في زريبه البهايم. فحتت ودفنت الجثه. فطبعا الوكيل النيابه مش مصدق او مش داخله دماغه. بوسه ايه اللي هتخليكي تقتلي عريس يعني؟ وده عريسك بعد 8 ايام، بعد 48 ساعه كنتوا هتبقوا متجوزين. وبالضغط عليها وان ده كلام مش مقنع، وان هي الكلام ده مش مظبوط. تمام؟ قالت خلاص. هم قالوا لها بقى ايه، انت كده كده يعني كان عايز بوسه ما كانش عايز بوسه، كده كده انت الموضوع منتهي وهتتعدمي يعني. فقالت ما بديهاش بقى. طب انت كان ايه تخوفك يا استاذه؟ قالت بص يا سياده المحقق، يا سياده القصه كلها ان قبل الفرح باسبوع فوجئت بخطيبي جاي بيقول لي انا مش هكمل الجوازه دي. انا مش هكمل الجوازه دي.
وعايز ذهبي وحاجتي، وهلغي الموضوع الجواز ده. ليه؟ معلش انا مش مستريح، قدامي شوفة تانية، قدامي كذا. فهي فضلت طول الاسبوع بتتحايل عليه، هتبوس رجليه، هتفضحنا احنا في سوهاج وفي صعايده، هتفضحني. تقول ايه الناس لما يعرفوا ان بنت اتسابت من خطيبها قبل الدخله ب 48 ساعه او باسبوع؟ فبدأ، طب فكر، طب معلش فكر تاني، طب فكر تالت، طب فكر رابع. فلما لقيته خلاص الموضوع جاب اخره معاه، فهي قعدت فكرت، قالت بس انا كده كده ضعت. لان يوم ما يسيبني 100,000 واحد في الصعيد هيقول سؤال وسؤال، وهيجيب العار لابويا واخواتي. بنتك اتسابت ليه يا حاج قبل الفرح ب 48 ساعه؟ كده عملت حاجه، اكيد فيها عيب، اكيد اكيد، والكلام هيتنطور وهيمشي في البلد بحالها. فاضطريت يا سياده القاضي او يا سياده الوكيل ان انا اجيبه عندي واتوسل اليه وابوس رجليه انه يستنى. طب اتجوزني وبعد شهرين قول ما توفقناش مع بعض واتطلقنا، لكن ما تسيبنيش. قال لها لا هسيبك، الموضوع منتهي معايا. فهي لما فكرت قالت هل يسيبني والناس كلها تتكلم عليا، ولا يموت خالص ويبقى قضاء وقدر، والموضوع ان انا خلاص بقيت ارمله او ما اتجوزتش لان جوزي مش موجود واتخطف مثلا. فهي شيطانها خلاها وصلت للخيار التاني، فاتصلت عليه وقالت له تعالى، بدل انت عايز تفسخ الخطوبه مصمم، تعالى خد حاجتك. شم نفسه وقال خلاص، بدل هي وافقت اديني هخلص من القصه، وجاي عشان ياخد حاجته. واذا بيها اديته كوبايه عصير فيه مخدر، كان مخدر تمول. بعد ساعه من القعده وهي بتجيب له الحاجه، حس ان جسمه كده راح وجه، دخلت جابت سكينه المطبخ وجابت، كان فاضل حاجه بسيطه وتنفصل الرقبه عن الجسد، ثم شدته لعزكم الله على الزريبه، الزريبه بتاع البهايم. كانت هي لما كلمته كانت بتحفر، وحفرت حفره يعني بغوط نص متر كده. اول ما جه راحت دبحاه وحطته زي ما هو، وردمت عليه ومسحت اثار الدم، والموضوع بالنسبه لها خلص. لكن طبعا بعد ما موضوع الكاميرا اللي فضحت الدنيا، واني دخل وما خرجش وتم يعني الضغط عليها، ده اللي خلاها تعترف. ودي كانت القصة اللي قالت او قررت ان هي تحتفظ بشرفها، وان محدش يقول عليها كلمة فتقتل، فياخدها القرار ان هي تقتل. شفتوا الدماغ؟ انا بصراحة مش عارف اقول ايه. هل التفكير في الشرف؟ بس انا مش شايف في شرف واحده يا جماعه. ما هي لو هتتجوز تاني، ما اكيد زوجها التاني ده ما هيتاكد ان هي كل حاجه كويسه. اشمعنى هي والقرار اللي خدته ده؟ انا مش عارف. طبعا هي دلوقتي محبوسه قيد التحقيقات، وان شاء الله اهل هذا العريس يطالبون هذه البنت، ويطالبون طبعا النيابه العامه والقضاء العادل باقصى عقوبه والاخذ بثار هذا العريس. عريس يتوفى قبل 48 ساعه من فرحه ومن دخلته. دي كانت قصتنا، ما تنسوناش بالله.